السلام عليكم غزالات، مرحبا بكم في فيديو جديد في القناه. اليوم ان شاء الله غادي نشارك معكم تحت الطلب ديال واحد المتابعه غزاله، وكاملين البنات كنبغيكم وشكرا بزاف على الدعم ديالكم والكومنتات اللي كنلقى زوينين الصراحه. شكرا لكم بزاف. طلبت مني الصراحه ندير لها كنقيشه من الفوق ومن التحت ديال اليد بالنقش الخليجي، وصافي هنايا غادي نشاركو معكم ان شاء الله بجميع التفاصيل والمراحل ان شاء الله يا ربي. وبالنسبه للبنات زعما واحد النصيحه وان شاء الله غتوصلوا لها في الفيديو. بالنسبه لهاد النقيشه فاش غادي تجي للنهايه ديالها، ضروري فاش تنهيها مع اليد خصك حتى ما تبقاش تبان لك الخويه ديال اليد، يعني هكا من الفوق ما يبقاش يبان لك داك الخويه، باش فاش كتقلبي اليد كتكملي عليها كتكملي على ديك الزواق باش ما كيجيكش داك الديكالاج ما بين الرشمه الفوق والتحت. من الاحسن انك حتى تكملي تساليها، يعني حتى ما تبقاش تبان لك الخويه ديال اليد، تكملي النقشه من الفوق. فاش كتقلبي اليد كتلقاي راسك يعني وصلتي جميع الخطوط اولا الورده ولا وصلتيها يعني حتى لتحت، باش انك كتكملي عليها النقشه في الكف ديال اليد. بهذا الشيء بالنسبه لاي نقش واي نوع ديال النقش درتيه. يعني هكا الوريضات نتوما كما كتشوفوا معايا غنبقى غادا مع الوريضات حتى ننهي النهايه ديال اليد، ما تبقاش تبان ليا اليد حتى اللور. ولا بالنسبه مثلا للفاسي كديري داك الخط صافي حتى كيمشي لك حتى للتالي، باش فاش كتقلبي اليد كتلقاي الخط ملي غادي تعاودي تكملي النقيشه ديالك، وهكا كتجيك اليد متناسقه ما بين الفوق والتحت. المهم كنتمنى تستافدوا زعما الصراحه من هذا الفيديو، وكنشكركم بزاف على التعاليق ديالكم والدعم ديالكم، وشكرا لكم بزاف.